السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم عبر قناة أخبار مصر اليوم محمد حجازي. هنتعرف النهارده على موعد مباراة نادي الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري لموسم 2022-2023، وهنتعرف على التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة وتوقيت المباراة. بس يا ريت قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لسه جديد معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بعدما اعتذر نادي الزمالك عن المباراة، يشارك بيراميدز كبديل للزمالك، ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي بيراميدز في كأس السوبر المصري للموسم الماضي موسم 2021-2022، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات الشقيقة. ويدخل النادي الأهلي بعدما حقق لقب كأس مصر عن الموسم الماضي، بينما يدخل بيراميدز في المشاركة في كأس السوبر المصري بعدما اعتذر نادي الزمالك للمشاركة في المباراة، وبالتالي يلعب بيراميدز بصفته وصيف للموسم الماضي 2021-2022. أما بالنسبة للتشكيل المتوقع للنادي الأهلي، هيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع هيكون محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول، خط الوسط هيكون اليو ديانج، حمدي فتحي، خط الهجوم هيكون حسين الشحات، مروان عطية، بيرستاو، ورأس الحربة هيكون محمود كهربا. أما بالنسبة لموعد المباراة والقنوات الناقلة، سوف يلتقي النادي الأهلي ونادي بيراميدز على استاد محمد بن زايد بالإمارات مساء يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، 5/5/2023. وسوف تنطلق بداية صافرة المباراة في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 6:30 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية والعراق وقطر والبحرين والكويت واليمن والأردن وسوريا، 8:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. أما بالنسبة للقنوات الناقلة، سوف تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت المصرية وقناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات. نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده، اتمنى تكون استفدت معانا، ولو انت من مشجعي النادي الاهلي يا ريت ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، ولو لسه جديد معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.